والله العظيم يا اخي يعني ربك بيراضي. ربك هنا ولا هنا؟ ربك بيراضي، ربك بيراضي، ربك بيراضي. هات العلبة عليا. احنا في الدور الارضي وده الريسبشن كده قطعتين، فمش هياخد غير الركنه والسفره والنيش بس، والانتريه هنحطه في اوضه تانية. ربنا يعين كل واحد على اكل عيش. تعال لا تخش بالباب. انزل يا لا انزل انزل مالك؟ انزل. ظهرك وجعك؟ والله قوم هات ايدك. لسه. هات ايدك على مهلك. يلا بس اقف مع الناس لحد ما يخلصوا. انا راجل. بس دي اخر حاجه. اخر حاجه ايه النهارده يعني؟ كده حطينا الانتريه هنا في اوضه لوحده عشان تبقى اوضه منفصله. اوضه الانتريه يوتي انا هستقبل فيها ضيوفي. هنعلق هنا شاشه. الشاشه هنا والبلاي ستيشن هنا، ودي اوضه البلاي ستيشن. ايه اوضه البلاي ستيشن دي؟ اوضه الضيوف. اوضه الضيوف اللي بيلعبوا بلاي ستيشن معروفه. طب احنا دلوقتي كده حطينا هنا اباجوره وهنا اباجوره. حاسه ان انا المفروض احط اباجوره هنا واباجوره هنا، فيبقوا هما الاثنين ايه جنب الكنبه. يا اما واحده هنا وواحده هنا، فاهمني؟ ما تبقاش واحده هنا وواحده قصادها الناحيه الثانيه كده عبيطه لوحدها. وانا بعد ما برص الحاجه بتقول لي ليه نعدي؟ دي اباجوره. انا الوضع ده خلاص عاجبني. طب اسمع خلاص، يبقى نجيب هنا زرعه شجره. لما نجيب زرع بقى وشجر. وهنا التكييف مش هينفع نحط منه تحتيه براويز، هنحط تحتيه براويز عادي. ايه رايك؟ ممكن نحط تحتيه براويز عادي. الشقه دي عايزه تتغير بالبراويز. ايوه دي حقيقه والله العظيم. والحته دي كمان ديكورات. يعني الحيطه دي جنب هي ترابيزه هي هننقلها من هنا ان شاء الله، بس عليها شويه كراكيب تتشال. نحط على الحيطه دي براويز او مكرميه كبيره. حلو موضوع المكرميه ده، هيمشي مع الجو بتاع الانتريه، مع لونه يعني يمشي مع اللون. ايه رايك؟ وشجر نجيب زرع صناعي كتير. هو الشقه باين عليها ان احنا ما دهناهاش. انا مش هدهن، مش هصرف حاجه في ايجار تاني. بتقولي ايوه انا زعلان على البراويز. هي مش مدهونه، ده المعجون يا جماعه. احنا هنقعد كده، انا مش هدهن شقه. لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين. حجر. هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل ايه في ايه ولا في ايه؟ ما احنا كل ما نفتح كرتونه نبص كده. ايه دي؟ ما نعرفش هي ايه، نقفلها. سيب. قوم رايح جايب كرتونه ثانيه، بص كده. سيب. وعمال افتح كرتونه ورا كرتونه. ايه دي؟ هحط من ترابيزه المكوى فين اصلا؟ ترابيزه المكوى هتتحط في اوضه النوم ورا الدولاب. بقالي 10 ايام بشيله وبحط، خلاص مش قادر اشيل. ده انا حاسس ان انا شايل دولاب. خلاص دي اخر كرتونه، هنعمل فيها ايه بقى؟ اخر واحده بجد؟ اه بس في هنا حاجات بتاعت هدوم لسه. لا بقول لك وهنا وفي كرتونه هناك اهي، وديت بتاعت ودي لسه في حاجات كتير. مش دي هتبقى اوضه الضيوف اطفال؟ اوضه الاطفال يعني ده سريري يا جماعه، السرير اللي كان عند مامتي جبته من هناك. حد جه عايز ينام عندنا هيتنطط علينا كمان، مش كفايه ان احنا قاعدين وينام. يقعد بقى وسط الكركبه دي عادي. مامتي او مامتك اللي هيجوا يباتوا هنا. امي موافقه، انا اقول لامي مالكيش دعوه بالكراتين بعد اذنك. يا احمد ماشي، بس فيها حاجات احنا هنحتاجها يعني. دي جوه الستاير، احنا لسه ما علقناش الستاير، لسه هنعلق الستاير. ولسه الشنطه ديت فيها هدوم والشنطه ديت فيها هدوم. ده غير بص كل دي شنط هدوم. وبعدين هنا الدولاب ده بقى يا جماعه دولابي وانا عند ماما. الاوضه فيها تكييف. نسيت موضوع الستاير ده، لازم اجيب شنيور. لازم تجيب شنيور عشان نعلق البراويز وعشان نعلق الستاير. نقعد من غير ستاير. بص وما نفرش في ستاره وحيده مهمه بتاعت بره الصاله. بتاعت الصاله. اصلا لا يبقى كده ستارتين وحيدين. ايه دول؟ بتاعت اوضه النوم. تعال هنا الستاره دي مهمه جدا. ليه بقى؟ اركبها هنا كده. ليه؟ لان هنا انا شايفه الشارع. بص ماشي اهو الشارع اهو، فوانا واقفه هنا في اوضه النوم بيبقوا ايه؟ ايوه كاشفين اوضه النوم. احنا بدل ما نعمل كده ونقفل ونبقى قلقانين بالليل. ما هو بالليل بيبقى منور، يعني بالنهار ضلمه عادي احنا عندنا جوه، بس بالليل بيبقى منور. احنا لازم نعمل ده. تفضل مكركبه كده يعني. دي شقه جديده. بص سايب هدومك في كل حته زي ما احنا لسه لحقنا يا ابني. احنا لسه جايين امبارح يعني في يوم سبت هدومك في كل حته. ايه ده؟ ايه ده يا احمد ده؟ هذا هو المفروض ان هو دريسنج، بس احنا ما عندناش دريسنج. احنا عندنا دولاب كبير ماليناه يا دوبك نص هدوم، لسه في هدوم كتير جدا في الشنط. المفروض ان هنا كان يبقى فيه دريسنج، فانا حطيت وحده التخزين ديت علشان احط فيها بقيه الحاجات. وفي هنا شماعه المفروض ان احنا
نفكها ونركبها. الشماعه ديت اللي احمد نشر عليها التيشيرت بتاعه، معرفش ليه كان عرقان التيشيرت ده صح، وانت بتعزل يا حبيبي. طب انا ناشر بنطلون على ترابيزه المكوى محدش يتكلم. دي اللي بتاعت الدريسنج دي هحطها كده هنا. شماعه هنا كده نحطها، وحتى تداري شنط السفر ديت لان ملهاش مكان. واوضه النوم فيها حمام. عايزين بس نظبط الاسبوتات دي، وحمام واسع وجميل. اهم حاجه في اي شقه الناس تاخدها ايجار يدوروا على حته هيحطوا فيها الخزين، عشان مش لاقيين حته نخزن فيها. نخزن فيها ايه؟ كراتين قديمه بقى مش عارف ايه. لا انت تتعامل بقى، ما تخليش فيه دوشه، يعني ما تخليش فيه كراتين قديمه، ما تخليش فيه حاجات غريبه، في حاجات مش مفهومه يعني. ارميها، استغنى عنها طالما انت مش هتستخدمها، استغنى عنها. ترابيزه المكوى لا، ما ترابيزه المكوى هنا في الدريسنج اهي محطوطه هي، اي نعم متنشر عليها هدوم. بقول لك ايه، انا مش عايزه الكركبه دي بالله عليك، بالله عليك ما ترمي لي كل حاجه في اي حته كده. انا عايز كرسي في الشقه دي كده على جنب احط عليه هدوم. والله العظيم هزعل منك. وحطينا المنشر اهوت في البلكونه، ده المنشر بتاع دي البلكونه بتاعت اوضه النوم. ترى هنفرش السجاد هنا ولا هنسيب الشقه من غير سجاد برضو؟ لا هنفرش. انا بتخنق من السجاد والله. سجادتين بس. انهي؟ نحط واحده في الطرقه ولا احنا هنفضل سايبين السجاد محطوط جنب السفره كده؟ ولعي النور كده عشان انت عملت حاجه مضايقاني جدا. حضرتك ليه رصيتي الحاجه في النيش؟ واحنا استقرينا على مكان النيش عشان يبقى غصب عنك ده مكان النيش. ليه كلنا الصاله بالنيش؟ لا والله ما كلناش الصاله. النيش هنا، باب الشقه اهو، السفره هتتحط هنا، ده مكانها الاساسي يعني. وهنا نعلق براويز وحاجات، وهنا الركنه اهي نقعد هنا كده، دي الركنه. وهنا نعلق تكييف، وهنا نحط براويز، وهنا هي الشاشه، ونحط فوقيها هنا كده رف، ونحط عليه زرع وحاجات. عايز تخليها ازاي يعني؟ عايز تقول لي عايز تخليها ازاي؟ انا عن نفسي كنتش عايز النيش ده هنا، بس خلاص بقى امر واقع. طب لا قول لي عايزه يبقى فين يعني؟ عايزه كده تنقله على الحيطه؟ يدخل من باب الشقه يشوف النيش كده في وشه على طول. النيش والبوفيه يجوا الناحيه دي، والسفره تيجي مكانها. او حتى نشيل الكوفي كورنر من هنا ونجيب النيش ده كده، ولا لا مش هيبقى حلو؟ احنا نجيب الكنبه دي كده ونحط التلفزيون هنا ونعلقه على دي. الكنبه دي كده؟ الكنبه دي حرف ال بتاعها كده هيجي قدام البلكونه، مش هينفع. طب ما التلفزيون مكانه هنا، هنقعد عشان الفيش بتاعته. ما الكنبه بتاعتك حرف ال بتاعها مش مقلوب، هنعمل ايه؟ هنقلب حرف ال ازاي؟ هي حرف ال بتاعها كده للاسف، فمش هينفع غير كده. وبعدين ممرات الحركه الصح ان انا وانا ماشيه كده، انا جايه اهو من هنا امشي كده اوصل على باب الشقه. السفره بقى لو هنا، السفره لو محطوطه في الحته دي هتلاقي نفسك عملت كده. اوه عملت ايه؟ حلو عشان يكون في متعه. هو احنا في المتاهه؟ هو والله المكان ده الصح. الكركبه دي مش هتخلص. فاضل الكرتونه دي فضيت صح؟ فضيت. طب ما تلمها يا الكرتونه اللي خلصت تتطبق على طول من غير ما تقطعها، عشان احنا هنعزل من هنا تاني. دي ايجار، الشقه ايجار، هنمشي من هنا تاني. حافظ على كل كرتونه. عارف كرتونه شاحن الموبايل تحافظ عليها. كلهم اتشالوا. حطيت الكراتين كلها تحت السرير بس. وهنا نفك بقى، لسه ما فكيتش والله الاكياس من على الكراسي لحد ما اعلق النجف، عشان الشنيور هيعمل تراب. ولا الانتريه انا فكيت من عليه لسه النجف ما اتعلقش، فلما النجف يتعلق هيطرب الدنيا، فمش عايزه الصراحه افك الاكياس ديت. وعايزين نبقى نفرد السجاد اللي جوه ده. جمعت البابلز كلها بابلز. لما نيجي نعزل تاني ما نجيبش بكره فاضل الكرتونه دي فيها ايه؟ كرتونه مش عارف، فيها حاجات غريبه. مشترك بتاعت سفره، اذكار، ومجات. دي حاجه الكوفي كورنر. حاجه الكوفي كورنر كلها. والنجف هو ازيل. النجف اهو. عايزين نجيب شنيور. طيب انا عايز اجيب شنيور اعلق البراويز واطلع اعلق النجف. انا مش كهربائي. لا هات كهربائي. على جثتي الصناعيه واخش بيتي. انا والله وحشني المج ده، عايزه اشرب فيه بقى. المج بتاع بطول. عايزه بقى اظبط الكوفي كورنر واشرب الكوفي بتاعتي الصبح بقى. انا اتبهدلت. بالنسبه بقى لغساله الاطباق مش هتشتغل. انا عايزه اصبن. بص البتاع كلها بقت مواعين. انا زهقت يا جماعه. احنا اشترينا المطبخ ده. انا ده المطبخ بتاعي الاولاني، كان جزء صغير لان المطبخ القديم كان صغير جدا، فجيت هنا الحمد لله ربنا وسعها علينا والمطبخ بقى كبير. اللي عايز يشوف اليوم اللي احنا اشترينا فيه المطبخ ده من اول ما احنا لقيناه على النت، عجبنا ورحنا مشوار بعيد جدا، وكل الفيديو كله موجود على اليوتيوب، ممكن اسيب لكم اللينك بتاعه تحت في التعليقات. هتشوفوا ازاي انا رحت اشتريت المطبخ وعينته وفصلت في سعره. علقناه هنا بقى، ده جبناه مستعمل. اللي هتتوقع سعره كام تبقى جامده، تبقى شاطره.
جبته مستعمل لقطه 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 لقطه. ده كله. والجزء ده ومعاه كمان التربو الصغير اللي هنا ده. لكن دوت بتاع المطبخ بتاعي والمطبقيه دي بتاعت المطبخ بتاعي. عايزينها احنا شكلنا وحطينا التلاجة هنا اهي، التلاجة وبعدين المطبخ وبوتاجاز والمطبخ التاني والحوض هنا. هنغير الحوض دوت، هنجيب الرخامه بتاعتي وهنحط هنا المطبقيه، وده دولاب الخزين فيه الزيت والسكر والحاجات، وهنا في التربو اللي فيه المنظفات. بس للاسف خرجت الديب فريزر بره لانه ملوش مكان. مش مشكله، بس على فكره المطبخ ده اوسع بكتير قوي من المطبخ قده مرتين. الحمد لله الحمد لله يا رب، وسعت عليا والله العظيم. انا كان عندي اكتئاب بسبب المطبخ القديم. انا عندي مشكله، شايف كل الخط ده الاصفر ده عايزاك تشيله بالله عليك. ليه بقى؟ محتاجين صنايعي. ليه ده لازق يا احمد؟ هيتفك، لازق هيتفك بس محتاج سلم بس عشان بجد شكله مش حلو خالص. تمام، اشيله وادهن لك بقى بالمره. لا هو اللي كان حاطه علشان ايه؟ لما تيجي تدهن الجبسن بورد ما تبوظش السيراميك. لكن احنا مش هندهن، فانا هشيله اسيبه ليه؟ ايه رايك؟ انا مش هدهن حاجه الصراحه. والسبوتات كلها بيتها بقى في مكانها. احنا مش هنشغل الغساله وحاطط لي فوقها هدوم وفلاش. ايه الحاجات دي؟ بص، اولا هدوم عشان تتحط في الغساله. طب ما الغساله ما اشتغلتش، هات لي حد يشغلها. انت شاطر وشغلت لي الدش ماشي، بس هنعمل ايه بقى في البتاع ده؟ البتاع ده الحامل ده بحاجته كده المفروض يجي يتحط فوق الغساله. انا خايفه انقله ويجي بعد كده حد يجي يركب الغساله يروح ايه محركه فيوقع الحاجات اللي عليه. فانا مستنيه لما الغساله تركب عشان انقله. ده مش مكانه هنا. حاضر، مكانه في الركن. قشطه. هنخلص الشقه دي هتحس انها خلاص كده جاهزه على كل حاجه شهرين. لا والعقد بيخلص. احنا بعد ما نخلص عقدنا هنلاقي ايه؟ كل حاجه هتاخد لها مثلا اسبوعين 3. بعدين الخرطوم ده شيله اطلعه فوق او هات له سبوت. هجيب له ده عايز سبوت. يا اما ادخله جوه وخلاص. انا كده انا اتعلمت يا جماعه من الشقه اللي فاتت. انا مش هجيب اي حاجه في الشقه دي. وادي بقى الجنينه الحلوه بتاعتنا عشان احنا واخدين الدور الارضي. فيها شجر كتير قوي، فيها شجره ورد وشجره خوخ وشجره برقوق وشجره التوت اللي زينه بتحبها، وشجر تاني كده يضلل علينا ويخلي القعده حلوه قوي بالليل. يلا يا لوزه، يلا يا لوزه، يلا. لوزه مش مستجيبه خالص. روح العبي روح. ايه ده في ايه اوعى ايه؟ عايز اخش البيت. الله شقتي. انت بتهوى عليا؟ الله يا ربي، عايز ادخل. ايه الجنان ده؟ انت الله. خلاص طيب خلاص انا هقعد انا هقعد هنا. ما تجيش بقى. ايه ده بقى؟ خلاص نفسي اتقطع. خلاص يا لوزة سيبيه. والله عايز ادخل. هي كلبة الحراسة بتاعتي مش هتسيبك. عايز اعدي. مش فاهم انها صاحب البيت ولا ايه؟ تعالي يا لوزة، عديه يا لوزة خلاص. ايه ده؟ هي متضايقة ليه؟ مش عارفة. عايز اعدي؟ العب معاها. هي فاكرة ان انا بلعب؟ لا هي كده صراحة بتتخانق معاك. طب هو يا ست في ايه طيب؟ ايه ليه؟ تعالى بص، حاول تقاومها وتعالى عشان دي كلبة حراسة. انت كلت حراسة جدا. ما بتخليش حد يخش الجنينة. اي حد يخش الجنينة تهوى عليه. يلا تعالى. يا ابني تعالى ما تصغرش مخك. ما تصغرش مخك. تعالى يا حبيبي تعالى. يلا تعالى انت بقى عد. تعالى يا خلاص مش هيعمل حاجة. عايزين نبقى ننضف الحتة دي.